هلا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب كلكم زينين. اليوم جينا على المكان مالت الدوشمه. جو ياخذون القنفات اول البارحه على مود يغيرون الدوشمه مالتها، واليوم جينا نشوف شنو، نشوف قنفه واحده اشتغلوا لنا اياها. اشترينا القماش وجينا نشوف القنفه اللي اشتغلوا لنا اياها. بالنسبه للخياط يجنن يجنن بنات، رجعها مثل ما كان، يعني ماكو فرق. بس اكو ملاحظه انه القماش احنا مختارين خطا، مو صح. طبعا هذه هسه وراي القنفه سراويكم اياها. اختارينا الجلد وبي ضربه، اني ما اريد بي ضربه لانه عباك بين نفس المشكله السابقه، عباك بي مثل اللوكع هسه من اشتغلت. طبعا يشتغلوا لكم قطعه تجون تشوفوها تقتنعون، يلا يبلش بباقي التخم. امانه شغله يجنن ما شاء الله، يعني يستحق الصراحه واحد يذكر العنوان مالته لان شغله كلش مرتب. قلت لكم هسه اني ما اقتنعت بالقماش، يعني لو غير مكان يجوز كانوا يشتغلوا لي او جاني للبيت وانصدمت. شوفوا بنات، يعني هذا القماش جديد بس تباعون بي عبالك مثل اللوكع. هنا الدوشمشي قال هو نوع القماش هيج، يعني هو بيه هاي الضربات مثل الموجة، بس لأنه اللون فاتح فبين بي. لو كان القماش غامق ما كان بين بي. بس ورط مرة ثانية. شوف هاي الخملة تنداس، هي دايسة اصلا هو كأنه خاولي نفس القماش، نفس القماش اللي شفناه. خلنا نقرر شنو نختار قماش من بين هاي الهوسة. فراغ الهول ما اقعد راحة، مو صحيح؟ انا ادري هيك حتقولون. طبعا شنو فراغ الهول. بس راح هسه نفرش الزولية تمام، ونخلي التخم اللي شلناه لانه راح يجيبوه. طبعا طول بيه تقريبا 3 ايام، هاي التصوير من بعد 3 ايام راح يجيبوا لنا اياه اليوم. جوا عوف جوا. قمصوا وخربوهن حتى يشتغل عمر. هلو بنات، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب كلكم زينين. مثل ما تشوفون جبنا التخم واسو خيطت لنا شنو الكوره الجميله. شلونكم اخوان؟ عاشت ايديها يجننون، ما توقعت هي تعرف تخيط. شنو هاي؟ طلعت خياطه اختي. طبعا شنو بنات، والله سوت لي بس بقى ناقص. ها الماكينه عطلت على اخر لحظات وبقت يم ماما الكوشات. سوت لي كوشات مربعه من نفس القماش هذا مالت الطوبات يجنن، بس يم ماما. اي نروح لها ان شاء الله باكر ونجيبها من عندها. فهسه شنو ترتيبات سريعه، حمله تنظيف، واسو راح تصبغ لنا شنو الصوبه. راح تصبغ لي اياها لان لونها تغير، اتربه وتغيير الجو، فراح تصبغ لي اياها. حلوة؟ عشان حضربك. رجعت لي تعال خليني اتدرب بيك شوي اشوف الطوبة زينة ولا لا. اسولفكم سالفتنا، كنت ببيتنا بامان الله قاعدة وهيجي، خبرت مرات كانت تقول لي انا ويوسف راح نمر عليك تجي ويانا حتى تساعديني باختيار قماش القنفات ما يخالف. طبعا من بعد معاناة هاي التغيير القماش. اي غيرت اخذت اول مرة هذا الوتر اللي يتمسح القماش. المهم فقلت لهم يلا اوكي مو مشكلة، تعالوا علي مرة نبدل القماش. زين، فرحت انا وياهم حالي حال العالم ودا اتمشى وقاعده اختار. طبعا كل هذا كان هباء منثورا لان القرار اصلا هو ماخذين قرار ومختمين، بس انا فتره بالمحل ضايجه. ايش يقول يوسف هذا، ايش يقول هذا. اخر شيء براد تريد تقنع نفسها، تريد تقنع يوسف، بالاخير ما اقتنع. قال تعالوا شوفوا بالله عضوه. رحنا عضوه، افترينا، ما خلينا عامل ما اشتغل. لا واحنا شنو بس انت قولي لهم يوسف شنو موقفه. اني ما علي برا مزعجه تعبني. بس انتوا تختارون. انتوا شنو بنات قاعد على صفحه بزاويه مو هيك. من نصيحه نقول له اوكي قررنا بالبدايه كنت ماخذ اللون القهوائي على فاتح شوي كابتشينو تقريبا. اي من اختارينا كان يقول ها حتختارين هذا غامق. قلت له مو كنت اني ما علي منه احلى. اي بس شنو بالاخير اسراء اختار يوسف اللون اللي يريده، مع انه هو ما متدخل. اني ما علي يعني ما اتدخل، انت اختاري. بس هو اختار. انا حسوي ترتيبات جدا بسيطه هيجي. لا من فوق وقف فري علي، صاير راسها علي. لا راسها صار لي جو عافيه. مو هي تعلاوي. هي هيك لازم. شوفوا الجمال. شوفوا شنو سوت لي. كلش حلوه. شنو كلش حلوه غير بديعه. اي طلعتها بموقع فقالت لي برا تقدرين تسوي تاشير راد لها. شوفوا عدله
جنن. عدله وخيطتها مثل البوري وحشيتها الديباج وسويت لها هاي الحركه باعه، بس تعقدوها تصير حركه. شوفوا تنطوها انتم الحجم اللي تريدوا تطلع لكم العقده، بس هي حلوه بالديكور. كلش حلوة. شفتي شلون فتحتها شلون سويتها سهله. تعدلوها شوي انا المفروض انه اسوي شويه بعد اطول، لا حلوة منمنمة. بس شو اسمه كانت مريومه يمي كان تقول لي لا قص منها قص منها، ها هي كافي. لا حلوة منمنمة. دردت هاطه ولا لا حلوة كيوت. برو هم خياطتها تجنن. اني ماهرة بالخياطة اصلا، ما حد يلحقني. قبل شوية سلمت البدلة للزبونة. سويتها ببيت صديقة برو، كانت ام بنين مسويتها وواصله كلها على السقف، فبراعتها مثلها بالضبط. قلت لها قلت برو ليش ما نسويها هيك ونربطها ونصعدها؟ قالت يلا سوي. في البارحة قعدت دقدقتها وخليت ليها هيك حتى هي تذب نفسها وتطول بعد فوق. فهسه شنو؟ ما عندنا شيء هيجي نخلي هاي هنا كيفكم حسب. اسوي كان هيجي برو كيفك؟ ايه حلوة. لو اكو فكرة ثانية جيبي، اكو فكرة ثانية اللي هي هاي وهاي وهاي تجيبي. شو تقولين؟ لا كان احلى. او اخليهم هيجي صايرين مثل الصف. اعتقد انا سألتش هذا السؤال قبل شوي. اوكي والله هيك حلو باعي. اوكي حلو هيك. اوكي فد وحدة. اني هذا حلو عجبني. حلو مو؟ واو جميل. ميراله هذا شو اسمه تيبل وماكو لام. واو جميل. شوي ميراله خلي احطه. حد وسطش اسراء. اخذته تقول لك. انا جهزت الصبغ والرولة والفرشة. براء بتنيم الصغيرة قلت لها كملوا تعالي لي. هاي المكان مال الصوبة، المكان يعني صار له وين مصبوغ باعوا. ترماش منك اوقع. وين؟ بالزاوية بس. بي هذا بس ارد من علي من كنا نروح ساعديه. هي اقول لكم هي فرشه هي صدلت قدوتها حتى يضغطها كلها. هو لازم هيك تتشرب. هذا للصباغين موتي. دباج الصوبة فخينة حبي. فخينة تعلميني بالصبغ. مو ماي حطيتي والله أنا صبغة بالرمال. قبل. لا انتي صابغه صبغ شو اسمه هذا؟ صابغه لها هذا الحيطان. هذا يتخطط. ده برو ما صابغت هذا الصبغ اللي ينمسح. لا مو اللي يمسح، هذا مال الحائط. هو مال الحائط. مو اني صبغت الرجال. شو عجب هذا احسن بسرعه. يوسف اول يوسف ما يحب اللامع. مو لامع حلو مسح. شنو صبغت المطبخ مثله؟ من هي هو. منه هذا. ايه ترى بنات الشغل بالصبغ ونسه. تيجي متونسة حبيبي. اي والله حبايبي. الله يديمها عليك. والله ونسة اعطيك صدر بس صبغ باشر كامل صبغينا اللي هو. يلا انا ونسش بيها. يلا جيبي. مدام باكر جلال. عندنا كومه شغلانيات مشغولات. لو قالت لي وين ما جيتي كان لزمتش البيت كله والبرا صبغت البيت اني كله من كان مروان بالعراق. ظهرت هم تتونس مثل اي خالتك. والله اتونس تونس. هي لعبت الصبح لعبت الصبغ. لعبتي لعبت الصبغ يابا. اتفنن بي اصبغ و ارجع لي ايام اكو هيك ليلى حفر لا دس الفتحات. كنا اليوم مطرودات. البولج قربي. هاي هنا الطبع مال الدينات والجو والتراب. هاي الحلقه هي تراب. شوفوا هسه هنا بقى هاي جو هاي سرا يكون فرق باللون شلون هسه صار وشلون اللون القديم مالت الجو. تقريبا راح تخلص بس بعد شلون برز لونها تابعها من بعيد. جنن مبينه صدق شلون مصفرة. بعد شو تريدين؟ اول بيت اعتلق بيت اسراء. وهاي بيتي صفج احنا جيران لازم. وهاي بيت بتول.
هاوش. هاي مبخرة كلش حلوة، شغلها. طبعا اليوم معزومين، راح اعوف اكل امي الحبيبه اليوم، بس هي لا هم سوت لنا اكل اليوم. ماما سوت لنا تمن باقله وعليه دجاج، وراح ناخذ الجزر ونروح. زين شنو هالعزيمه هاي؟ معزومين. طبعا مسوين تجمع اهل يوسف مزرعه بطي، اكيد الكل يعرف طي، تصير بالكاظميه، منطقة الكاظمية، سهلة تاج الشاط، طي هي نفسها. هناك اكو مزارع للايجار، راح اخلي لكم على رقم التليفون مال المزرعة وتفاصيل كاملة عنها. اللي ما يحبون مثلا يروحون المزارع مكاناتها بعيدة، فموجودة هنا ببغداد المزارع اكيد، يعني اكو حتى بالدورة اللي يصحوا لها اسمها ماما بالبعيثة اكو مزارع بالبعيثة هم موجود. بس اللي محيط الكاظمية القريبين انصحكم تروحون على مزارع طي، كلش قريبة والخدمة بها كلش حلوة وتغيرون منها جو للأطفال. فخلي نروح اليوم، راح اراويكم المزرعة كلها، واذا عجبتكم كل التفاصيل راح اخلي لكم اياها اكيد. انت شنو لابسة مثلي؟ هيا ماتي ماما هاي حلو. اوه احنا حلوين. انت حلوة مالتك هاي؟ مالتي نفسها، شوفيها. يا هلا بشيخ العرب، شلونك؟ كنت توقعها وتلوصها علينا مو؟ شنو هيك؟ هاي قاعدة إذا عندكم عيد ميلاد أو شي مناسبة تخبل كلش حلوة، صوبة لا تشيلون هم، إذا بس هو خلاص الشتاء عندكم هاي ألعاب مال الأطفال، هناك ألعاب مال الأطفال قاعدة هناك، هسه كلها أصور لكم إياها. هذا المسبح أكيد الكل يسأل عنه، حجمه كلش حلو هذا، بس هسه لأنه هو شتاء يعني الدنيا بعدها مثل ما نقول الجو محير، فما خالين بيه مي، وهذا الأفضل لأن الجهاز إذا كان متروس كلها تشيت، بس كلش حلوة ونظيفة الصراحة. عندكم مسبح أطفال ومسبح ثاني هنا، شوفوا المكان معزول. هنا هذا المطبخ والصالة كلش نظيف، هاي غراضنا زعابيلنا بين قوسين. شوفوا مرتب بشكل المكان ونظيف. هذا المطبخ كل شي بيه، ثلاجة، احتياجاتكم كلها كاملة بيه. ايش حتسوي لنا؟ مقلوبة ويبرق. مسوي لنا مقلوبة، والله كيف ندري شكل. قاعدة يعني مثل ما نقول صالة، حجمها هم كلش حلو كبير، وما بي غرف نوم، بس صالة ومطبخ بس. هذا حجمها كلش حلوة. هذا الشاي زين من ايد ابو زنوبه اليوم، دا يهفي له داري. عشت ايدك. دلل الشاي. مخدر لا بعد شوي نص حمام واحد له. عشت ايدك. نحضر الاستكاين. ايش فيها؟ ما يصير حيل، توقع اخاف عليها.